من وقت تشكيل مباراه الاهلي وفاركو نزل الواحد كان متفائل شويه بوجود القندوسي وكريستو في المباراه. حاجه كويسه ان احنا نشوف اداء اللعيبه دي في مباراه زي دي. لكن الحاجه اللي كانت سلبيه هي وجود معلول والشناوي. ليه ما شفناش مثلا علي لطفي ومحمد اشرف في المباراه دي؟ بس ما علينا. اول 6 دقائق كان لفاركو شكل هجومي احسن من النادي الاهلي نوعا ما. النادي الاهلي كان بيوصل للمنطقه الهجوميه لكن بيفتقد اللمسه الاخيره، وده كان مسبب كتير مشاكل في اول 6 دقائق. كنا شايفين فاركو بيقدر يعمل هجمه مرتده على النادي الاهلي وبيقدر يوصل منطقه الجزاء. في الدقيقة 27 ثانية يقع كريستو، كان باين جدا ان هو مش هيكمل المباراة. الواضح ان هو في كرة مشتركة الانكل بتاعه اتلوى. وفعلا بعديها بدقيقة بالظبط كريستو يطلع وينزل طاهر محمد طاهر. الف سلامة يا كريستو، وكان نفسنا نشوفك بس يعني الحمد لله. في الدقيقة 18 14 ثانية يتمكن محمود متولي من احراز الهدف الاول للنادي الاهلي بعد ما استغل خطأ قاتل من شيكا وش الخير حارس فاركو، اللي فقد الكورة بعد ما حاول يمسك كورة عرضية معلول من الجهة اليمين تيجي لمحمود متولي قدام الجول بكل سهولة يحطها رأسية. الهدف الأول للنادي الأهلي. في الدقيقة 23 الشحات المتألق مع النادي الأهلي خلال المباريات الأخيرة بيهدر فرصة الهدف الثاني بطريقة غريبة جدا بعد ما راوغ الكل على منطقة الجزاء، ولكنه يختار يسدد الكرة في الزاوية الضيقة اللي هي موجود فيها الحارس بتاع فاركو، اللي كان قدامه ان هو يسدد في الكوره في الزاويه البعيده بكل سهوله ويجيب الهدف الثاني للنادي الاهلي، بس هو اختار الزاويه الغلط وما علينا. في الدقيقه 24 ينجح الشناوي بان هو يتصدى لكوره خطيره جدا كانت انفراد على النادي الاهلي من شكري نجيب اللي بينفرد بالشناوي، لكن الشناوي فعلا يطلع في الوقت المناسب ويسد كل الزوايا عليه ويمسك الكوره. في الدقيقه 38 يسدد القندوسي دانة مدفع قنبله، مدفع رمضان من خارج منطقه الجزاء بعد ما استلم الكوره من ديانج بشماله في الجول عالمي. قلنا ان الجول ده هيدي دفعه كبيره للاعب مع النادي الاهلي وهيكون بدايه حقيقيه مع النادي الاهلي، لكن لاسباب غريبه جدا الحكم يرجع للفار ويحسب ان الكوره اوفسايد على حسين الشحات اللي الكوره ما لمستوش اصلا، بس هو ممكن يكون اعتمد ان الشحات اعاق رؤيه الحارس. في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضايع للشوط الأول تحصل جملة فنية إبداعية كولارية من تبدأ هنقول القندوسي لعلي معلول لحسين الشحات لمحمد شريف. مفيش أروع من كده بصراحة. الكل عمل جملة رائعة في الجملة دي. الجملة دي اتنفذت بشكل حلو قوي، والأحلى من كده الإنهاء بتاع محمد شريف في الجول والهدف الثاني للنادي الأهلي، ويخلونا ندخل الشوط الثاني مرتاحين جدا جدا جدا. تقريبا احنا 45 دقيقة بنلعب بالشكل ده، احنا مكسورين الجناح اليمين. احنا طول 45 دقيقة من الشوط الاول بنلعب بدون اي خطورة للجنب اليمين. محمد هاني وكريستو في ال 12 دقيقة اللي في الاول، وبعد كده طاهر محمد طاهر ما عملوش اي خطورة للنادي الاهلي، وكان كل اعتمادنا على الجنب الشمال جنب معلول والجنب بتاع حسين الشحات وكمان القندوسي لما كان بيضم عليهم. وسالنا هل هنستمر على الوضع ده حتى في الشوط الثاني ولا لا، لان الاهلي فعليا كان بيلعب بس بجناح شمال، الجناح اليمين ما كانش بيشارك معانا. يبدا الشوط الثاني بسلسله اخطاء دفاعيه كارثيه بشكل انا كنت مستغربه تماما. في الدقيقه 45 يغلط ياسر ابراهيم في تشتيت الكوره وتوصل للاعب فاركو اللي يدخل منطقه الجزاء لكن ما يتعاملش معاها كويس وتعدي. بعد كده في الدقيقه 47 يحصل خطأين. اول خطأ من ديانج وهو بيشتت الكوره اللي كانت هتترد في الجول وتطلع ضربه ركنيه، وفي نفس الكوره دي برضه نغلط تاني غلطه تانيه وكانت ممكن تكلفنا كتير لولا الشناوي اتدخل. وفي الدقيقه 54 برضه ياسر ابراهيم يغلط في التمرير ويكلف النادي الاهلي هجمه علينا، وكانت ممكن تبقى الهدف الاول لفاركو وندخل بقى في معاناه ان هو ممكن يتعادل ولازم نفرق بهدف وي وي في كل القصه دي. المشكله ان انت قدام فرق زي دي ممكن يكون عندك فرصه للتعويض، مع ان قدام طارق العشري وفرقه زي دي لو كانت جابت جول والتاني وتعادلت معاك كانت هتقفل لك الملعب. لكن لو انت عملت الاخطاء دي قدام انديه تانية هتكلفك كتير جدا. فرقه زي الرجاء او الزمالك لما تيجي تلعبه في الامارات في ماتش السوبر ما ينفعش، ما فيش مجال ابدا لاخطاء زي دي. 4 اخطاء ورا بعض كانت ممكن تكلف النادي الاهلي بجد الكتير، بس الحمد لله عدت على خير.
في الدقيقة 58 تقريبا كنا مستمرين على فكرة التوهان الدفاعي. فجأة كده لقينا ان في هجمة من ناحية الشمال، ناحية محمد هاني وطاهر محمد طاهر. اللاعب بيرفع الكرة عرضية بدون اي تدخل من اتنين اللعيبة، وسايبينه عادي يرفع الكرة. فقلنا بقى هل قلبين الدفاع والباك الشمال هيكونوا مغطيين في منطقة الجزاء؟ لكن لا ابدا. علي معلول كان سايب اللاعب، وياسر ابراهيم كان سايب اللاعب، واللاعب للاسف والحمد لله، مش هنقول للاسف، الحمد لله كان مش موفق تماما، والكرة قلشت منه وطلعت بره، وكانت ممكن تبقى الهدف الاول لفاركو. يعني يا جماعة الخير، اذا كان في لاعب تايه الكل وراه، يعني محمد هاني تايه وساب الكرة تترفع، فين معلول؟ فين ياسر ابراهيم؟ فين الناس اللي بتغطي؟ يعني انا واحد غلط من فريقي خلاص بقى، يعني مش وقت هو ما يغلط نقعد هنشوح. يعني معلول برضو كان معترض على محمد هاني في اللقطة دي، بس خلاص يعني هي الغلطة حصلت، احنا نلحقها خلاص يعني. لكن كانت تتكلف النادي الاهلي كتير، بس الحمد لله برضو مرت على خير. في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضايع من الشوط الثاني، ختامها معلول، ختامها مسك. علي معلول يجيب الهدف الثالث للنادي الاهلي من ركلة جزاء، والحمد لله تخلص المباراة بانتصار مهم جدا جدا للنادي الاهلي على فاركو، يرجعه تاني للصدارة اللي كانت فرحان بيها فيوتشر، وبيقول ان هو كان حاطط يعني ايه هدف ووجهة ان هو يتقال عليه ان هو في صدارة الدوري. يعني التصريح ده بصراحة كان احد مسؤولين نادي فيوتشر كان سيء جدا. يعني انت بس فكرتك ان انت تاخد الصدارة لحد ما الفريق اللي بيقعد في الصدارة يجي، ده انت ما كملتش 24 ساعة. يعني تصريح غير موفق تماما. يعني ما علينا، احنا رجعنا للصدارة الحمد لله، والامور تحت السيطرة. كان في حاجة حلوة قوي النهاردة في اداء النادي الاهلي، وهي المرونة التكتيكية. احنا في اخر دقايق من المباراة كنا بنلعب بحمدي فتحي قلب دفاع، بالجناح اليمين خالد عبد الفتاح، بالجناح الشمال محمد شريف، وراس الحربة كان كهربا وقت ما نزل. وبصراحة دي كانت حاجة حلوة جدا 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 بالنسبة لأداء الفريق، وحاجة بتثبت ان ممكن في وقت من الاوقات لما يكون عندنا نواقص ان اللعيبة دي تملى الاماكن دي. وكولر ناجح في الموضوع ده، ان هو يشارك الكل وبيجرب في اماكن كتير جدا لعيبة كتير. برافو كولر. كلمة اخيرة لياسر ابراهيم وطاهر محمد طاهر، حلو جدا حميتكم على النادي الاهلي، وحلو قوي ان انت مش عايز تطلع من الملعب وانك عاوز تشارك في كل دقيقة ممكنة. لكن ظروف المباراة بتخليك تقول مش مشكلة، انا ممكن اطلع النهاردة، وان احنا عندنا مباريات كتير جدا، الاهلي قدامه مباريات كتير، الكل هيشارك والكل هيلعب. وكولر عنده نهج جديد كده، ان هو بيخلي الكل يلعب، مش بيعتمد على مجموعة معينة، الكل بيشارك. فكرة ياسر ابراهيم النهاردة ان هو يطلع ويكون يبين عليه شوية ان هو متضايق، كويس، حلوة. الحلو ان اللاعب يكون عاوز ان هو يكمل، بس لازم يكون عارف ان هو الماتشات اللي جايه كتير، مفيش مشكله ان انا اطلع النهارده. طاهر محمد طاهر نزل مكان كريستو في الدقيقه 12، وبرضه اتبدل في الشوط الثاني في نهايه الشوط الثاني. ويمكن يكون هو جواه ان هو زعلان ان هو طلع، انا ما بقولش ان هو معترض ولا حاجه، بس لو كان في نيتك حاجه او انت متضايق من حاجه، ممكن يكون اللاعب عنده حق الصراحه ان هو يكون لسه نازل في الدقيقه 12 ويطلع تاني، ممكن شويه يشيل من نفسه. لكن ده بيأكد ان انت مهم للنادي الاهلي، وان انت بديل كويس، وان انت لاعب كويس ومهم للنادي الاهلي. فلو في اي حاجة عدوها، لسه في كتير ماتشات اللي جاية كتير في افريقيا وفي الدوري، لسه قدامنا كتير، وعاوزين السوبر يا رجالة، السوبر على الوعد ان شاء الله.